ست عجوزة من اليابان قررت تعتزل البشر نهائي وتروح تعيش في مكان بعيد مع الكلب بتاعها. بتقول إن هو أوفى صديق للإنسان، وعمر الكلب ما هيفكر في شكلك أو لونك أو إذا كنت غني أو فقير، شاب عجوز وهكذا. وإن الكلب هيحبك لشخصك وهيقدم لك المساعدة منين ما تحتاجها. بتقول كمان إنها لما بتتضايق من حاجة بتفضل تتكلم مع الكلب وقت طويل جدا. صحيح هو مش فاهم لغة البشر، لكن احيانا بيقدر يفسر ملامح وشها وبيفهم شوية ايه اللي هي محتاجاه. ده غير ان هو مستمع جيد ليها. والست دي لما بتروح السوق بتاخد الكلب معاها وبتشاركه الحاجات اللي هي تشتريها من السوق، زي ما يكون كده شريك حياتها. وبحكم سنها الكبير اوقات بيشيل الشنط بدلها وبيقدم لها المساعدة باستمرار. بتقول كمان ان هي بتخرج مع الكلب يوم من كل اسبوع علشان تروح الحديقة وتغير جو معاه. الست العجوزة بتقول ان الكلب مالي عليها حياتها ومش بتحس معاه بالوحدة أبدا. ودايما الكلب بيفرح لما الست بتنظر له بابتسامة أثناء الكلام معاه. بتقول كمان بعد ما سني وصل 80 سنة والكل كان بعد عني، ما لقيتش صديق وافي في الدنيا غير الكلب ده. القصة حقيقية لكن تحس إنها مشهد سينمائي رائع. ما تنساش دعم القناة وتقول لي رأيك في التعليقات.